السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ما ناقصكم حتى شي خير. ومرحبا بكم في قناتكم مع ام نورة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الصابلي بشكل جديد، مكوناته بساط وسهل في الصراحه، والشكل ديالو يجي غزال، المذاق ديالو غزال تبارك الله. وبقاو معايا تعرفوا على جميع الاسرار والنجاح ديال هذا الصابلي باش يبقى محافظ على القرمشه ديالو وفرجه ممتعه. وما تنساونيش دعموني باللايكات ديالكم بالبارطاج، وشكرا لكم بزاف. بسم الله، نبداو على بركه الله. غنحتاج زبده مارغرين، هي اللي تعجبني في الصراحه في الصابلي بزاف. غنجيب هذا الهاشوار ونقطع فيه داك الزبده، تسهل عليا الخدمه ديالو، ما يعذبنيش نهائيا. غنولي نضيف كاس ديال السكر، غنزيد عليها كاس زيت نباتي. هاد المكونات اخواتاتي نديرها كلها في هاد الهاشوار ونطحنها. نزيد عليها 2 بيضات، نطحن هاد المكونات مزيان. وغادي نولي نضيف عليها كاس ديال الكوكا اخواتاتي اللي محمر ومطحون، مع كان غليت شويه طحنته. غادي ندير تاني معلقه ديال الناطه، النكهه ديال الناطه. واللي عنده الكليكوز اخواتاتي يزيد الكليكوز، يبقى حتى هو محافظ على القرمشه، والسنيده هي اللي تبقى محافظه على القرمشه ديال الصابلي. دابا نطحن ثاني هاد المكونات مزيان. هاد الكوكا خواتاتي يعطي واحد المذاق زوين للصابلي ديالنا. يحاولوا ملي ديروا في المقله خواتاتي ما تغفلوش عليه، خصكم تبقاو مقبلينه حتى ياخذ داك اللون ديالو المذهب باش يعطي المذاق زوين للصابلي. غادي ندير الخميره الحلوه تقريبا 5 غرام، راس معلقه صغيره. ونبقى خواتاتي نضيف الطحين شويه بشويه حتى نحصل على هذا الخليط هكا، ما يكونش لين يتلاصق في اليدين وما يكونش قاصح ثاني. القوام ديالي يكون على هذا الشكل هذا. غادي نخليه يرتاح شويه، تقريبا 10 دقائق هكاك ولا 15 دقيقه. كان الجو بارد بلا ما يدخل الثلاجه، كان الجو سخون دخلوا للثلاجه خواتاتي. دابا نجيب 2 البلاستيكات، ندير هاد العجينه ما بين 2 البلاستيكات ونصايبها بالدلاك. كنصايبها السمك ديالو ما يكونش غليظ بزاف، ما يكونش رقيق. انا هاد الشكل هذا ما غاديش نلاصقو، غادي نخليه شويه. منين نصايبو بالدلاك خصنا نخليو العجينه متساويه، ما نخليوش بلاصه رقيقه وبلاصه غليظه. نصايبو الشكل الاول ان شاء الله بهذا المريشم. الشكيلات دابا تبارك الله كاينين بزاف الاشكالات ديال الصابون، وضروري خواتاتي مني لا دير نقلب بلاستيكه باش دغيا يتحيد لي الصابون. واصلا ما يلصقش، ولكن من احسن تقلبها ويبقى محافظ على الفورمه ديالو خواتاتي، ما يتقنش في الطياب، ما ديفورماش، تبقى في الفورمه اللي درتو فيها يبقى فيها. ومن يبقاو لنا هاد الزوائد اخواتاتي ما نعجنوهمش، نديرو وحده على وحده ونزيدو عليهم العجينه ونولي ندلكوهم ثاني بدلاك. العجينه ضروري خصنا نديروها ما بين 2 البلاستيكات، الا درنا هكا كتبقى تلصق لينا في الدلاك. وسهل اخواتاتي ويجي في الصراحه رائع رائع الصابلي. انتم كما تشوفوا هاني عمرت الطاوه الاولى، غادي ندخلها للفران. في هذا الاثناء راني دارت الفران سخن، غادي ندخل الطاوه ديالي ونقصلو اخواتاتي. هذه هي النقطه اللي ركز عليها مزيان، الفران خصو يكون سخون في الاول، ومن بعد غادي تنقصلو وتخلي الصابلي ديالك يطيب على خاطرو باش ياخذ لك اللون ذهب وياخذ اللون موحد، يجي الصابلي كله بحال. دابا ندوز معكم الشكل الثاني، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اخواتاتي، وعاونوني بالبارطاج وابوني، وشكرا لكم بزاف. هذا الشكل اخواتاتي على شكل ورده، انتم كما تشوفوا الصراحه جا رائع، لا الشكل ولا المذاق. انتم مع الطاوات الثانيه الثالثه من بعد ما طاب وخرجته من الفران، شوف كيفاش بقى، ما ديفورماش نهائيا اخواتاتي، بقى كما درتو، بقى جا رائع في الصراحه. المرشم الاول غادي نصايبو بهذا الشكل الارابيسك اللي كيجي الشكل ديالو راقي وزوين ومتوفر عند يبيعوا اللوازم الحلويات.
دابا نديرو هكا، وخصني نحيد منه هاد الشوكولاط الكحل كامل، خصني نحيد منه باش ما يبقاش. نجيب هاد السربيته غادي نفزقها بالماء سخون، خصني نسحي الجوانب باش ما يبقاش فيهم الشوكولاط. دابا غادي نغطيه بهذا ديالو، نجيب البلاطو ونحطو، وخصني نثبتها مزيان، نتكا عليها، من حيت ملي نتكا عليها راه تشد بلاصتها. نجيب ثاني الشوكولاط ابيض ونعمر هذا الشكل هكا. وفيه شويه الخدمه خواتاتي، ولكن يجي زوين الصراحه، يجي الشكل ديالو غزال. ضروري خصني نهزز البلاطو هكا باش يتقاد الشوكولاط، وندخلو خواتاتي للثلاجه حتى يبرد، عاد نخرجو. هذا الشكل الثاني غادي نصايبو بهذا المريشم هكا. ذوبت الشوكولاط في حمام مائي. هاد النوعيه خواتاتي قال انا ما نزيد فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، من حيت اصلا هي فيها الزيت، ما نزيدش فيها. ملي تجيبوها ما تخليوش طول عندكم، هاد ديال البيضه غالسوها المده تخسر، ملي تبغي تذوبوها ما تبغيش تذوب. انتما شوفوا اخواتاتي، من بعد ما برد هاد الشوكولاط راني خرجته، راه ساهل اخواتاتي، ويجي الشكل ديالو غزال وتشكيل جديد. ونتمنى تجربوا في هذا العيد ان شاء الله وينال الاعجاب ديالكم. كما تشوفوا نستمر هكا حتى نسالي هذا الشوكولاط كامل اللي عندي على حسب الحلوه اللي مصايبه. هانتوما شوفوا اخواتاتي، هاد الارابيسك يتشد في بلاصتو، ملي تكا عليه راه يشد بلاصتو، وعاد ديروه في البلاطو. هذا كاوكاو كونكاسي غنوجدو غير بيديا، شي نهار ان شاء الله غادي نشاركو مع خواتاتي. فهاد الزليفه ذوبت فيها شويه ديال الناباج والكليكوز باش يشد ليه هاد الشوكولاط وكاوكاو على الحلوه. زي تشوف اخواتاتي ندير له الناباج والكليكوز اللي ذوبتهم من قبل، حمام مريم حتى هو، ونولي نلصق عليه هاد الشوكولاط، واللي نديروه في كاوكاو كونكاسي. هذا كاوكاو اللي بغى يدير اللوز كونكاسي يديرو، هذا كاوكاو كونكاسي نصايبوه غير بيديا. حتى شي مره ان شاء الله ندير لكم شي فيديو ديالو ساهل. انا نستمر هكا حتى نسالي هاد الشكل الحلوه اللي عندي كامل. الصراحه جي الشكل ديالو غزال. هنا عندي تاني الكليكوز والناباج، 4 ديال القطع الشوكولاط ذوبتهم ودرت معاهم النكهه د الفريز. نجيب الشكل الثاني ان شاء الله، نديرو تاني الناباج والكليكوز ونلصق فيه ديك الشوكولاط، وندير له تاني في الجنيبات ديالو، يجيو على هذا الشكل هكا. ساهل اخواتاتي، ما فيش شي صعوبه ولا. تنسالي عاد نولي نعمر له الحفيره د الوسط بهاد النكهه ديال الفريز. يطول شويه تيبس، ما تبقاش جاريه زعما تلصق في اليد ولا شي حاجه، يطول شويه تيبس ويبقى شاد على الصابلي. هانتو كما تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا غزال تبارك الله، لا شكيال ولا المذاق. خواتاتي اللي عجبكم الفيديو ما تنساونيش بابوني وجيم. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.